السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في وصفتنا النهاردة ما تنسوش اشيائي لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم عشان يشجعني انزل فيديوهات تعالوا بقى ندخل على وصفتنا النهاردة. هنعمل مع بعض طبقين مكرونة مختلفين، واحد بالوايت صوص واحد بالصلصة العادية. اول حاجه هنبتدي اللي احنا نقطع السجق ونغسله كويس جدا، ونبتدي اللي احنا نشوحه. ما نحطش عليه ولا سمنه ولا اي حاجه لان هو بينزل الدهن بتاعه. ممكن تحطي عليه شويه زيت صغيرين جدا. وقطعت بصل جوانح، وابتديت اللي انا انزل عليهم بالسجق لما السجق خد كده تشويحه بسيطه علشان ما يتحرقش مني. انا بحب اللي انا اشوح السجق زياده، بحس ان هو مش مشوي كده، مش مسلوق. وهبتدي ان انا احط عليه البصل وهقلبه. وطبعا انا بحب اكون مجهزه كل الخضار بتاعي وكل حاجه عشان تسهل معايا الوصفه متاخدش مني اي وقت. انا كنت مقطعه السجق والبصل والفلفل والطماطم والثوم علشان وانا بعمل الوصفه ابتدي كده على طول، ما اخدش وقت في التقطيع، وانا مركزه في التقطيع الحاجه اللي قبلها اللي انا حطاها على النار تروح محروقه مني او ملسوعه مني. الطريقه دي بتبقى اريح كتير وكمان بتظبط معاكي الاكله جدا، وتبقي مركزه الا على النار، ما تسيبيش اي حاجه على النار وتروحي تنشغلي باي حاجه تانية. ابتديت بقى اللي انا احط عليها الفلفل الاخضر كده والثوم، الفلفل الحامي. حطيت عليها كده قرن فلفل حامي وحطيت عليها الثوم، وهشوح كل ده مع بعض، اقلبه كده تقلبتين كويسه علشان كل حاجه تتشوح وتاخد اللون زي بعض، مفيش حاجه تتلسع عن التاني. يا ترى بقى لو وصلتوا معايا للمرحله دي حطيتوا اشيائي ولا نسيتوني؟ انا عايزه اشيائي، اين اشيائي؟ اللي هي لايك واشتراك وكومنت حلو منكم عشان يشجعني. يلا يا حلوين. انا هنا بقى هبتدي احط الفلفل. عندك بقى فلفل اخضر، فلفل الوان، اللي انت عايزاه. مش عايزه تحطي فلفل بس برضو براحتك، هو بيدي بس طعم ولون كده حلو قوي. انا حطيت ده على فكره ربع فلفلايه يعني، اللي هو الاحمر والاصفر. اما الاخضر طبعا فلفلايه كامله. آه مش لازم تحطي فلفلايه كلها. بس هبتدي بقى ان انا اشوح الخضار وكله كده مع بعض وخلاص كده. خلص. اتبله، بس هو اصلا السجق بيبقى فيه تتبيله، بيبقى متبهر وكل حاجه، بس انت حطي كميه بسيطه علشان ايه الخضار اللي انت حطيتيه. انا بس عايزه اقول كلمتين للبنانيت الصغيرين الحلوين. آم، ساعدوا مامتكم، ما تخليهاش اللي هي تشتغل في شغل البيت والمطبخ لوحدها. ادخلي كده ساعديها في المطبخ، روقي معاها، مش لازم يكون الاساس عليكي، بس ايدك في ايديها. مش لازم تقولي بقى لا انا لسه صغيره وانا ليه هساعد وانا ليه هشتغل في شغل البيت. على فكره كل ده هينفعك انتي في المستقبل. مش طبعا هينفع مامتك وهتبقى مبسوطة بيكي طبعا وهتبقى فخورة بيكي وتقولي انا بنتي شاطرة. بس اول قبل اي حاجة هينفعك انت كمان في بيتك. بصي هو انت كده كده اصلا هتعملي وهتبقي مجبرة اللي انت تعملي ده، علشان انت هتبقي مسؤولة عن بيت ومطبخ لوحدك، مش هتلاقي اي حد يساعدك، انت اللي هتبدأي من البداية وانت اللي هتنهي. هتبتدي بقى كل حاجة وهتنهي كل حاجة، هتبقى كل حاجة على مسؤوليتك انت. لو اي حاجة غلط هتبقى على مسؤوليتك انت، لو اي حاجة طعمها وحش هتبقى على مسؤوليتك انت. بس انت دلوقتي طول ما انت مع مامتك وربنا يخليها لك يا رب، ساعديها، اقفي معاها وتعلمي واسألي وروحي ودوري. فاهمه قصدي؟ ما تقعديش بقى تقولي لا انا هبقى لما اروح بيتي هبقى اتعلم. لو عندك نيه انك تتعلمي اتعلمي من البدايه، ما تقعديش بقى تقولي لما ابقى اتجوز بقى ابقى اتعلم، لما ابقى اتحط في الموقف ابقى اتعلم. لا انا اعرف والله العظيم ناس لحد دلوقتي وعندها اولاد كبار ما بصي ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه في البيت ولا في المطبخ ولا اي حاجه. كانوا برضو طول عمرهم يقولوا ايه لما ابقى اتجوز، لما يبقى عندي عيل، لما ابقى مسؤولة عن البيت. تعالوا اتفرجوا عليهم دلوقتي. وكمان المفروض انك تحبي الحاجات اللي انت بتعمليها. انت لو عملتي اكلة او روقتي اوضه او روقتي اي حاجه او عملتي اي حاجه في حياتك بحب وانت حباها، مش مجبره بقى وقف وتنفخي وتنطري وتقعدي توقعي في الحاجات، عمرها ما هتطلع معاكي كويسة. لكن اعملي الحاجة كده بحب، وسمي اي قبل ما تبداي اي حاجة سمي بالله واعملي الحاجات بحب كده وكأنك الحاجات دي بتاعتك انتي. هتطلع معاكي احسن ما يمكن، هتطلع بجد، هتطلع معاكي احسن حاجة في الدنيا. جربي جربي اعملي اي حاجة في حياتك بحب كده وبسلام، وسمي اي قبل ما تعملي اي حاجة، سمي قبل ما تشربي، سمي قبل ما
قبل ما تغسلي كوبايه سمي، قبل انا اي عارفه ان حاجه انا سمي. صدعتكم، بس احنا لسه كلامنا مخلصش. انا عايزه اتكلم والله معاكم كتير جدا، او في حكاوي كتيره جدا عايزاكم تعرفوها عني وعن تجاربي. بصوا، هو انتوا يعني حاسه ان انتوا هتقولوا عليا اللي انا بقى صغيره واللي انا طفله، وايه اللي انتي بتقوليه ده عشان انا صوتي صغير. بس انا لا، انا مش صغيره. انا انا متجوزه وعندي بيت ومسؤوله عن بيت وعن اسره. وانا عندي على فكره، مش هقولكوا على سني بقى عشان انا بحب السن اصلا مع خالص. ان يعني دي كلها ارقام، بس انا برضو مش هقولكوا على السن بتاعي، خليكوا كده تقعدوا تفكروا وتلفوا حوالين نفسكم. انا والله بحبكم وعايزاكم كلكم تبقوا كويسين لنفسكم مش لحد. ما تنتظروش من حد كلمة حلوة ولا كلمة وحشة. انتوا كفاية انتوا تكونوا كويسين قدام نفسكم. بطلي رغي بقى وصدعتينا. تعالوا بقى نشوف بقية وصفتنا. انا هعمل بقى معاكم الوايت صوص. انا طبعا الصوص الاحمر الصلصة عملتها معاكم كتير جدا. تعالوا بقى نعمل مع بعض الوايت صوص. انا بحب احط على الوايت صوص توم كده، افرمه توم مفروم. بس انا المره دي حبيت ان انا اعملها بالثوم اللي هو الصحيح الشرايط دوت، قطعته شرايط وابتديت ان انا اشوحه في زبده، وحطيت قالب ماجي ان انا اسيحه قبل اي حاجه علشان يدوب كويس واتاكد اللي هو كله داب. ونزلت عليه بكوبايه اللبن وعليها معلقه دقيق. انا مش بحب اللي هو يبقى كتير، لو حسيت اللي هو كتير دوبيه تقيل دوبيه بمعلقه بميه او لبن. بس طبعا حطي لبن عشان ما يبقى تقيل كده وقوامه حلو. وهبتدي ان انا اقلب كده، اقلبه لحد ما يغلي علشان ما يكلكعش معايا، وافضلي تقلبي كده. انا صفيت الدقيق باللبن، صفيته بالمصفى علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وابتديت بقى ان انا اقلبه كده، اقلبه لحد ما يغلي، وهحط عليه التوابل ملح وكمون وليمون وفلفل اسود وبهارات وتوم باودر وبصل باودر عشان يديهم كده نكهه حلوه. وحطيت بقى علشان اعزز الطعم بتاعه، حطيت عليه جبنه شيدر او جبنه رومي او جبنه موزاريلا على حسب المتوفر عندك. وهبتدي ان انا اقلب لحد ما احس ان كلهم دابوا كده وساحوا كلهم مع بعض ومبقاش فيه اي ملامح للجبنه. بجد دي بقى بتودي طعمها في حته تانية خالص. وقالب الماجي اللي احنا دوبناه مع بعض في اول الوصفه مع التوم هيغير برضو طعم البشاميل. طعم الوايت صوص هيخليه طعمه حلو جدا. بس ما تزوديش بقى الملح علشان انتي حاطه اصلا فيها ماجي، والسجق بيبقى اصلا كده كده مملح. وبكده خلاص هو يكون جاهز معانا. عايزه اقول لكم بقى الريحه بجد قلبه الشقه كلها، بجد ريحته حلوه قوي. احسن واطعم طبعا من بره، حاجه انتي عاملاها في البيت وتقدري تظبطي طعمها وحدقها، وطبعا تكوني غاسله كل حاجه وايدك نضيفه كل حاجه تحت ايدك. دوت بقى بالصلصه. وقلت بقى غير المرة دي اعمل سباكيتي. انا الصراحة غيرت غصب عني، ده اجباري لان ما كانش عندي مكرونة قلم كتير، فقلت ان انا اخلص منها بقى وايه واخلصها في الوصفة دي. يا دوبك عملت طبق وعملت الصنف التاني سباكيتي عشان يبقى فيه كده اختلاف من كل حاجة، مبقاش كلهم زي بعض. وهنزل بقى عليهم بالصوص بالوايت صوص الجميل ده. بجد طعمه كان خطير جدا وكان مظبوط وكان طعمه حلو قوي 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 بجد. هبتدي بقى انزل عليهم بالسجق. انا بحب اعمل الطبق كده واقلبه وانا باكل، لكن ما بحبش ان انا احطه كله في طبق واحد واقعد اقلب كله مع بعض، حتى الشكل يكون شكله حلو. بس ودي بقى تكون وصفتنا وطبق النهارده. الف هنا على اللي هياكله. لو عجبك بقى وصفتنا النهارده او طبق اليوم، متنسيش اللايك واشتراك في القناه وتحطي كومنت حلو منك عشان يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر. وعايزاكم تقولولي اشارككم وصفات ايه تانية في الكومنتات. انا مش بعلم حد، انا بس بشارككم وجباتي ووصفاتي، وكل واحد بيبقى ليه طريقته. بس حبيت بقى اشارككم كده وانا باكل. بجد انا كان نفسي تكونوا معايا كده وتدوقوا من الاكل اللي انا عاملاه. بصوا انا مش عارفه، انا وانا باكل لما بلاقي حاجه عايزه تعرفي بقى الحاجه عجباني ولا لا، بقعد يا سيدي، يا سلام. مين زيي؟ انا مش بعرف اكل في صمت، بس لازم اعمل اصوات. مش لازم ان انا اتكلم، بس انا بعمل اصوات كده وانا متمزجه بالاكل. مش اصوات مقرفه يعني، بس اصوات يا سيدي، على الحلاوه كده يعني، فاهمين قصدي؟ وانا هنا بقى كنت بقتحم على طبق احمد، بجد طلع برضو احلى من الاولاني. انا مش عارفه اكل ايه، ده ولا ده؟ انا شكلي هاكل الطبقين كده ولا ايه؟ انا الدايت كده هيبوظ. انا بجد المكرونه دي عشقي عشقي عشقي. مين بقى بيحب المكرونه زيي؟ طبعا كلنا بنحب المكرونه.